مسا مسا على الحلوين، ازيكم يا امارات حبايب قلبي؟ بتوحشوني من الفيديو للتاني. يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ انا قلت لكم هعمل لكم سلسله من سلطات بتاعه بيتزا هات. روعة يا جماعة، لازم تجربوها بجد بجد، هتعجبكم جدا. زي ما انتم شايفين بقى الجمال والإبداع ده. عندنا بقى شوية خضار حلوين كده، بطاطس وجزر وفاصوليا وبسلة، هو ده الأساس بتاعها. تحفة يا جماعة، لازم تجربوها. يلا بينا بقى كده. شوية الخضار الحلوين دول كده هننضفهم مع بعض. طريقة سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش أي حاجة. قبل ما أبدأ كلامي بس نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد يا حبيبي يا رسول الله. الحلة اللي جت في الأول دي وحطيت فيها ميه عشان اسلق فيها البطاطس. تغلي الميه هقوم نازله بمكعبات البطاطس. تمام كده. وايدي اللي كنت بوريها لكم دي كنت بعمل لهم كبسه بقى، فالزعفران عامل عمايله في ايدي يا جماعه. بسفرة زي ما انتم شايفين كده. قلت ايه اقول لكم بدل ما حد يكتب لي في التعليقات هو انت ما غسلتيش ايدك ولا مش عارفه ايه الكلام ده. طبعا انتوا عارفين ما عنديش انا الكلام ده، واهم حاجه النظافه. قطعنا هنا كده بقى مكعبات البطاطس. الميه غليت، ميه بس ما فيهاش حاجه خالص. قمت نازله فيها بالبطاطس زي ما انتم شايفين، تغلي بس غلوتين على النار. هقوم حطاها بعد كده، شايلاها وحطها في ميه ساقعه او نزل عليها ميه ساقعه يعني عشان توقف الايه السوا بتاعها. هنا الجزر برضو هقطعه مكعبات صغيره كده، يعني اصغر ما بتقطعيه البسله. وهسلق بقى الجزر مع البسله مع الفاصوليا. تمام كده زي ما انت شايفه معايا. لو وصلتي لغاية هنا من الفيديو يبقى اكيد الفيديو عجبك. اوعي تنسي تحطي اللايك. وفي ناس بتسألني كل شوية تقولي تحطي اللايك، هو ايه يعني لايك؟ اللايك ده يا جماعة بيرفع الفيديو وبيخليه ينتشر وبيخلي عدد اكبر يشوفه. تمام كده. وما تنسيش تكتبي لي بقى التعليق الجميل المحفز بتاعك اللي بيوديني في حتة تانية خالص وبيشجعني اعمل لكم سلسلة من الفيديوهات. يا رب دايما ابقى عند حسن ظنكم. واللي ما يعرفنيش، انا نهى من قناة من ايد نهى، قناة متنوعة فيها كل جديد. زورونا بس هتجدوا كل ما يسركم. هنا بقى بفصص البسلة والفاصوليا، طبعا حاجة سهلة جدا ما فيهاش يعني اي صعوبة. البطاطس هنا خلصت. زي ما انت شايفة كده. بطلعها بقى من المية بتاعتها، وهحط عليها شويه ميه ساقعه وانزلها في ميه ساقعه واطلعها تاني عشان بس توقف السوا. لان الوصفه دي انا مش عايزه حاجه تكون مستويه جامد جدا، عايزاه كله نص سوا كده عشان يبقى حلو وما يتهريش معانا. هنا بقى الحله برضو غيرت لها الميه بتاعتها. حطيتها زي ما انت شايفه كده. وحطيت فيها، انا مش عارفه باين ما صورتلكوش دي ولا ايه مش فاكره، حطيت فيها معلقه سكر وعصره ليمونه. تمام كده. قمت نازله بقى بالحاجه طبعا بعد ما تغسليها، حاجه كويسه جدا وغسيل مفيش احسن من كده. هنا بقى التوبنج او الدريسنج بتاعي هيكون علبتين زبادي اللي هو اليوناني ده. ومايونيز، عايزه تحطي مسترد حطي بس انا مش هحطه. هنا بقى جبت البوله بتاعتي، معلقه كبيره بصل بودر، معلقه توم بودر، سنه فلفل اسمر، حاجه بسيطه ملح. تمام كده. هنزل شويه خل الاول وهعصر ليمونه، حاجه بسيطه كده تدي مزازه بسيطه. وبعد كده هنزل بالزبادي والمايونيز. عايزه تحطي مسترد حطي، مش عايزه براحتك يعني، ده شيء يرجع لك. بس عايزه اقول لك يا جماعه الدريسنج ده روعه روعه. بصي يعني انا اصلا ما عملته قبل ما احط عليه الخضار فضلت اكل منه معلقتين ثلاثه كده، جميل جدا. يعني ممكن يعتبر زي نوع من انواع المقبلات او الصوصات، ممكن جنب اي حاجه بقى انت عايزه تعمليها. والله بقى يا جماعه على السلطه دي بحبها جدا جنب المشاوي. عامله بقى شويه كفته، شويه فراخ، ايا كان شويه ايه، بتبقى تحفه. وعايزه اقول لك والله انا تاني يوم كلنا اليوم ده بقى ما شاء الله يعني كبسه بالف هنا على اللي كل كبسه وفراخ والسلطه دي. تاني يوم اتبقى السلطه دي بس ومحدش كان موجود معايا. انا عايزه اقول لك انا اتغديت السلطه دي بس، طبق كده حلو معتبر ومية مية. وبصي احلى غدا اهو. هنا بقى بقلب كده الدريسنج بتاعي وهنزل عليه بالخضار بقى اللي اتسلق كده نص سلقه، وتسيبيه بس يعني ربعايه كده، هتاكلي احلى سلطه وهتدعي لي. هنا بقى بوريكي ايه، بوريكي اللون. بصي اللون مزدهر ازاي كده وملعلع يا جماعه. ليه؟ عشان معلقه السكر وعصره الليمونه. وبرده لو عندك طرف كده معلقه بيكربونات وبرده بتدي لون حلو جدا. بس بقى الوصفه بتاعتنا خلصت. ننزل بقى بالبطاطس وننزل بالفاصوليا والجزر والبسله. في حاجه ما بتحبهاش في الحاجات دي ما تحطهاش، يعني مثلا ما بتحبيش الفاصوليا بلاش تحطيها، ما بتحبيش البسله بلاش تحطيها. بس
بس انا جايباها لك اللي هي الايديال، اللي هي زي بالظبط بتاعت بيتزا هات. هو دي ما بتروحي هناك بتلاقيها، وطبعا غاليه جدا، انا مش عارفه ليه. بتاخدي بوله صغيره قوي يعني يا دوبك كبشه كده يقولك ب 40 جنيه. طب انا عامله كل دي يا جماعه والله بسم الله ما شاء الله، يعني قولي متكلفه مثلا 50 جنيه او 40 50 جنيه، مش حاسباها بالظبط يعني. بس جميله وبسيطه ومفيده وصحيه، وفيها كل العناصر الغذائيه متكامله، وحلوه للاطفال وحلوه للكبار. ممكن تاخديها فطار غدا عشاء جنب اي حاجه. جربيها صدقيني هتدعيلي. تمام كده اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. واوعي تنسي تحطي اللايك، وبحبكم في الله، وباي باي.